السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من تكلم بالطائفية بعد انتصار الثورة السورية وتشكيل الحكومة السورية هو عدو للحكومة السورية وللشعب السوري أيا كان يكون، بغض النظر عن طائفته، سني، علوي، شيعي، درزي، كردي. كل واحد يتكلم بالطائفية هو عدو للشعب السوري وللحكومة السورية. قولا واحدا، سوريا متعددة الألوان، حلوة بألوانها سوريا، متعددة الثقافات، متعددة الأطياف اللي موجودة بسوريا صار لها مئات السنين متعايشة. بس نظام البراميل، نظام المجرم الهارب الفار، حاول أن يلعب على وتر الطائفية هو والميليشيات المجرمة القاتلة مثل الميليشيات العراقية والحزب الشيطانية والميليشيات العراقية، بس انقطع فيهم الوتر قبل أن يخلص الموال. فسوريا للجميع، سوريا حرة لكل السوريين، وكل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أيا كانت طائفته ستتم محاسبته. سني، علوي، درزي، شيعي، كل واحد ارتكب جريمة ستتم محاسبته. المجرم لا له لا دين ولا مذهب. عاش السورية حرة أبية. وبالنسبة للطائفية، الطائفية هي التي تهدم الدولة.